الزمالك بطل الكونفدرالية. اضحك يا بقي. من قدام نادي الزمالك. ما ينفعش اعمل الحدث ده غير من قدام نادي الزمالك مع احسن جمهور زي ما انتم شايفين كده. وبقول لجمهور الترجي بما اننا فزنا بالكونفدرالية هنقابلكم في السوبر الافريقي، وافتكروا كلامي. والنهارده خير دلال على كلامي. النهارده اهو نادي الزمالك كسب 1-0، 1 زلطه، 1 مفيش، نهضة بركان. انا بقول لكم الترجي لا هيجيب هدف لا هيكسب بفريق هدف. وبقول انا مش مستعد يعني او ان انا هرمي فلوسي في الارض. معانا كام حد في اللايف تقريبا حلوين. انا عايز يا جماعه بعد اذنكم دعم كبير وعاش الزمالك وحبنا بقى للزمالك اهو. الزمالك اللي خسر يا ترجي على نهضة بركان دخل فيه هدفين، لكن جه هنا جاب هدف وما دخلش فيه هدف. عشان كده يا جماعه انا بتكلم كوره لما بقول ان الزمالك الفن والهندسه النادي بتاعي اللي بحبه بيفوز بالكونفدراليه بالنهارده بهدف واحد قدام نهضة بركان. اهم حاجه انك تحافظ على شباكك نظيفه. وهو ده كوردوسو مدرب الترجي البرتغالي اللي بيعمله. يا جماعه الترجي مش ضعيف. جمهور الترجي بعد اذنكم وصلوا اللايف ده وشيروه في كل حته. قولوا لهم موحى لسه مصر وبيراهن على 100,000 جنيه. جمهور النجم الساحلي بيراهن على فوز الاهلي. وكلكم اديكوا شايفين وعارفين الرهان اللي اتعمل مع الدنماركي نجم الساحلي، وقال لي يا موحى الاهلي هيكسب الترجي، وانا قلت له لا مع انك تونسي، لكن انا اللي براهن عليه دايما كسبان. رغم خساره الزمالك في نهضة بركان انا الوحيد اللي ما هاجمتش الزمالك وقلت الزمالك بطل الكونفدراليه. والنهارده انا فين؟ انا في جامعه الدول قدام نادي الزمالك مباشره في وسط احلى جماهير، وخدت لقاءات كتيره زي ما انتم شايفين اهو اهو اهو. نداء قبل لعب هنا في القاهره يا جمهور الترجي، والله ما بكره الاهلي ولا عنده تعصب، بس بتكلم كوره واللي براهن عليه دايما كسبان. الترجي النهارده كل اللي بيركز عليه ما يجيش فيه هدف. الترجي الاهلي ما عرفش يخطف شباكه، صن داونز ما عرفتش تخبط شباك الترجي. اسك الترجي كسبها على ارضه. معنا كام حد في اللايف حلوين جامدين. بعد اذنكم كل الناس المحترمه اللي بتتفرج على اللايف النهارده، وانا مبسوط وفرحان بفوز الزمالك في الكونفدراليه وفي انتظار الفايز من الاهلي والترجي في السوبر الافريقي. حاجه جميله، حاجه ممتعه، حاجه فعلا الواحد فخور ومبسوط بيها. سجلوا الكلام ده عليا وافتكروا الكلام ده كويس، ان الترجي مش ضعيف. النجم اللي الساحلي اللي راهنوا ضد الترجي والجمهور وكل الناس اللي بتراهن ضد الترجي، انا بقول لكم انا وموحى اللي فرحان بفوز الزمالك النهارده بالكونفدراليه، بقول لكم بشرى ساره يا جمهور الترجي. اوعوا حد يشتتكم ويقول لكم اصل النهائي راح. لا لا والله الترجي بيبان قوته خارج الديار، ودايما البطل في المهمات الصعبه. وانا مش بضحي بفكري ورياضتي واجتهادي ومعلوماتي في الارض كده وخلاص. وبكره تفتكروا كلامي وتقولوا يا موحى اللي قلته محدش قاله، واللي بيرن على الترجي عمره ما بيخسر. وجمهور الاهلي اللي موجود في اللايف عايز اقول له انا لو خسرت رهاني اهلاوي هيكسب ال 100,000 جنيه. هختاره من التعليقات
من تعليقات الفيديو اللي فات او الفيديو دوت الفيديو اللي جاي. فانا بقول لكم علقوا، ومن حقكم انكم تدعموا الاهلي وتقولوا الاهلي هيكسب، وانا من حق اقول ان الترجي هيكسب. كوره مش تمني، ملعب مش تمني، واللي بقوله صدقوني ما حدش بيقوله. مبروك لنادي الزمالك الفن والهندسه، مبروك لكل اللعيبه، الكابتن حسين لبيب، لكل حد النهارده نزل احتفل، اللي ما عرفش، اللي في شغله، اللي في السعوديه، في الامارات. نادي الزمالك دايما بيفرحنا، بطوله بتغيب بس بترجع، والزمالك هيرجع وهيفضل يرجع، والزمالك اسم كبير. واتمنى كل جمهور الترجي وكل العرب وكل الناس تساندنا النهارده في فرحتنا بفوز الزمالك بالكونفدراليه، البطوله الكبيره الصعبه، البطوله اللي فعلا كانت غايبه عن نادي الزمالك. انتظروني يا جمهور الترجي، وانتظروني في الايام اللي جايه، عشان اللي انا هقوله محدش هيقوله. الزمالك بطل الكونفدراليه، وبقول للجميع انتظروا فوز الترجي، عشان اللي قلته محدش هيقوله. الزمالك بطل الكونفدراليه، 1-0، 1 زلطه، 1 مفيش على نهضه بركان. اضحك يا بقي اتكشخ يا بقي اتكشخ يا حنكي السلام عليكم.